تجارب ديال الحياة هي أكبر مدرسة وأكبر معلم في الحياة ديال الإنسان. هادشي علاش كل عام كيداروا دراسات على الناس الكبار اللي عاشوا بزاف وعندهم تجارب زوينة وخايبة في الحياة. كيمشيو خبراء عن الناس الكبار في السن وكيبداو يسولوهم على الدروس اللي تعلموهم في الحياة، وغالبا دوك الدروس اللي تعلموا تيكونوا تعلموهم حتى في هاد الفوت، ولكن انت ما غطيحش بالخطأ ديالهم. وهادشي علاش درت هاد الفيديو. جبت لك في هاد الفيديو 99% ديال الدروس ما كيتعلموش الناس حتى كيفوتهم الفوت، وحنا في 2022 دابا وداخلين في عام جديد، ومن الغباء يوقع لك هادشي. خاصك تعرف هادشي باش ما تطيحش في الاخطاء ديال الناس اللي قبل منك. هاد الفيديو غيغير النظره ديالك للحياه. هادشي علاش خاصك تفرج من الاول حتى الاخر، وما تنساش تدعمنا بلايك وسبسكرايب للقناه وبارطاجي الفيديو مع صحابك اللي عارفهم محتاجين هاد النصائح اللي ما كتقدرش بثمن. تكون سونطرا معايا مزيان ودير الكيد ديالك وكبر الشاشه. نبداو الفيديو ديالنا. اول درس في الحياه وهو حتى حاجه ما كدوم. الفلوس والقوه وحتى الالام راهم غير مؤقتين، قد ما طالوا غيمشيو. وهادشي علاش ما خاصك تتعلق بشي حاجه انت عارفها ما دايماش، وضروري تكون متوازن في الفرح ديالك والحزن، حيتاش الحاجه الوحيده اللي كتبقى ثابته في هذه الحياه هي سنه التغيير، ودوام الحال راه من المحال. ثاني درس وهو عمرك طيح بكرامتك العود اي حاجه. خاصك تبعد على اي حاجه تطيح لك من قيمتك، لان هادشي كامل كيدور عليك في الاخر. وعمرك تفرض راسك على شي حد ولا تفرض شي حد عليك. واحسن وارقى انواع العزه بالنفس هي السكات، لان السكات عنده واحد القوه خاصه به. غنخلي لكم الرابط ديال هذا الفيديو في صندوق الوصف، غيفيدك بزاف. ثالث درس في الحياه وهو كل شي تيفوت وحتى حاجه ما كدوم للابد. اي مشكل كتمر به في هذه الحياه وكيبان لك انت ولا انت راه هو نهايه ديال العالم، خاصك تفكر في ديك الساعه باللي راه داك المشكل غيتحل قد ما طال وغيولي من الماضي. وديما دير في بالك راه حتى حاجه ما كتبقى ديما كيف ما كان الظروف وكيف ما كان الوضع ديالك والاحوال ديالك في الحياه. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم. والى طبقت هذه الايه عمرك تخاف. ندوزو للدرس الرابع. الحياة ماشي عادلة وعمرها غتكون عادلة. إلا جيتي تشوف كتلقى الحياة بحال شي لعبة، بمعنى أي لعبة كتبغي تلعبها ضروري ما كتختار المستوى باش تلعب، واش السهل ولا المتوسط ولا الصعيب. ولكن في هذه الحياة ما كتختارش المستوى اللي غتلعب به، غير كتجي وكتبدا. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش أنك ما غتقدش تلعب أحسن من الآخرين، بالعكس عندك الميزة تاخذ الاحترام من عند الناس الآخرين وحتى من عند راسك. هذا الشيء إلا قدرتي تلعب الحياة بطريقة صعيبة، وإلا لعبتي بالوضع السهل ما غاديش تستمتع في اللعب. والحياة حتى هي راه هكا، إلا كانت سهلة ما غتستمتعش بها، واخا توصل فين ما وصلتي ما غتحس راسك حققتي شي حاجة. حيتاش المهم ماشي الريزلطة، المهم هو الطريق اللي دزتي منها، وفين ما تحس براسك قل من الناس اللي دايرين بيك، وفين ما تحس بلي الحياة غير عادلة معاك، عرف بلي هذه ميزة، لأنه نهار غتوصل غتستمتع حسن من أي واحد آخر. الدرس الخامس، عمرك غتولي عزيز عند الناس حيتاش كتعطيهم شي حاجة من عندك. بزاف ديال الناس كيصحاب ليهم إلا بقاو كيديروا البليزير في صحابهم وفي الناس غيولي عزيز عليهم، ولكن راه العكس هو اللي شيكون. إذا إلا بغيتي تعزاز على الناس راه هما اللي خاصهم يعطيوك ماشي انت. وإلا لاحظتوا اي واحد تيكون ظريف بزاف واللي كتقول عليه تيقول غالبا ما تيكونش عزيز على الناس. الادم تيبغي منه غير حاجته وصافي، وزيد عليها الناس تيهربوا منه. طبعا ماشي كل شيء تيكون الخير، بنادم راه طوب وحجر، ولكن هذه الطبيعه البشريه. بكل بساطه ما تكونش ظريف بزاف وتعلم تقول لا. الدرس السادس، خاصك تكون ايجابي ولكن ما تجاهلش السلبيات. التفكير الايجابي مزيان، ولكن ملي كتولي عندك اللامبالاة تما تقدر تخرج على راسك. مثلا كنتي غادي بموطور ديالك وقعات شي حاجه وطحتي وتهرستي، ما خاصكش تشوف بلي راه حاجه خايبه وتبقى معصب ومكتئب وتخاف شي نهار تعاود تركب في الموطور. فهاد الحياه راه ضروري ما يطراو فيها شي حوايج هكا، ما خاصكش تخليهم يحطموك. هادشي علاش خاصك تكون ايجابي وتحاول تعرف علاش طحتي. إذا كان المشكل من الموتور
خاصك تصايبو، ولا كنتي انت ولا انت غادي بالزربه حاول تولي تنقص من السرعه ديالك، وهكذا في جميع جوانب الحياه. الدرس السابع: ما تاجلش خدمه ديال اليوم لغدا. في هذا العالم غيجيوك شي فرص وغيطيحوا عليك شي افكار، خاصك تستغلهم بالزربه وباسرع طريقه ممكنه. انا متاكد دابا كاين شي وحدين كيتفرجوا فيا دابا باغيين يبداو لي كوميرس، ولكن كيضيعوا وقتهم في الخاوي. وثيق بيا ضروري غيجي شي نهار وغتندم علاش ما بديتيهاش شحال هادي. هادشي الا ما كنتيش نادم من دابا. الا جينا نشوفوا دابا في المغرب راه كاينين بزاف ديال الناس ضربوا فلوس صحيحه في الكوميرس، والاسباب اللي كيرجع لهم الفضل في هذا النجاح هو انهم بداو دغيا وما اجلوش هادشي. وراه مازال الفرصه اللي باغي يبدا، ولكن غيجي واحد النهار اللي الساحه غتعمر وغتصعاب على الناس الجداد يبداو. هادشي علاش كنصحك الا كانت عندك شي فكره ديال المشروع ولا باغي تبدا اي حاجه فبداها من هاد اللحظه، ما تاجلش خدمه ديال اليوم لغدا. الدرس الثامن: حافظ على الاسرار ديالك. كاينين شي حوايج في هاد الحياه ما خاصكش تهضر عليهم، والناس ما خاصهمش يعرفوهم، بحال شحال عندك ديال الفلوس ولا شحال كتخلص او الحياه الزوجيه ولا العاطفيه ديالك. المهم اي حاجه بيرسونيل، هادشي خاصو يبقى بينو وبين راسك وما يعرفو حتى شي واحد. حنا كبشر بالطبيعه ديالنا كنبغيو نهضروا وكتجينا ديك الرغبه باش نعاودوا الاسرار ديالنا، ولكن هذاك تيكون من بين اكبر الاخطاء اللي تقدر ديرهم في حياتك. اخر درس في هذا الفيديو: انت اكبر مشروع في حياتك. بغيتك المره الجايه ملي تمشي للمرايه شوف في راسك مزيان وشوف واش انت ولا انت راضي على الوضعيه اللي فيها الجسد ديالك. الا كنتي انت ما مهليش في راسك والنهار كامل وانت غير كتقرا وكتخدم، كتعطل باش تنعس وكتعطل باش تفيق، ما عندك لا صحاب لا حياه اجتماعيه وكتضيع وقتك غير في الخاوي، خليني نقول لك باللي هادشي سيأثر عليك وسيأثر على المستقبل ديالك. راه الا مشيتي وقاديتي حالتك ولعبتي الرياضه وبديتي كتاكل ماكله صحيه ونعستي مزيان، دماغك غيتصفى وغتولي تشوف الحياه بنظره اخرى، المورال ديالك غيطلع. والا كنتي شي واحد ديما المورال ديالو طايح وكتحس بالضغط، فغالبا السبب هو انك ما كتعتنيش براسك. واحسن طريقه باش تهلا في راسك هي تشوف راسك بحال المشروع اللي غتخدم عليه. هنا غنكون وصلنا للاخر ديال الفيديو. الا وصلتي حتى لهنا كنشكرك بزاف على وقتك. الا عجبك الفيديو ما تنساش دير كومونتير زوين، والا كان عندك شي انتقاد حتى هو كتبو. كان معاكم خوكم ايوب، نتلاقاو في فيديو جديد.